السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم بفيديو جديد. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونخش في الموضوع على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين انا معايا بتنجان وكوسة وخضرة، يبقى احنا هنعمل النهارده محشي. يلا بينا حبايب قلبي. شوفوا انا معايا ايه هنا. دي فرخة انا غسلاها ونقعاها. دي مش اسمها الفرخة، اسمها الغالية. الغالية غسلتها ونقعتها في مية وملح وليمون وخل وطماطم. ملح وليمون وطماطم وخل اهي زي ما انتوا شايفين، سايباها تتنقع. ومعايا البتنجان اللي كنت جايباها كيلو ونص ب10 فيديو المشتريات، والكوسة اللي كنت جايباها كيلو ونص ب10، والخضرة اللي كنت جايباها الخمسة ب2 جنيه. معايا الطماطم اهي انا غسلتها وقطعتها وحطها في شفشق الخلاط. ومعايا البصل بردك انا مجهزاه، ادي البصل انا مجهزاه، وطماطمايه للفرخه عشان لما اجي اسويها اهي. وهنشوف ايه مع بعض دلوقتي. انا هعمل ايه؟ انا هضرب الطماطم في الخلاط وهنسبك، علشان عقبال ما نسبك نكون قورنا الكوسه والبتنجان، وهنجيب فلفل كمان عليهم وهنشوفه مع بعض. فانا قلت ان انا ايه، اعرض اوريكم الاول البتنجان والكوسه اللي كنت جايباهم في فيديو المشتريات، ان انا اوريه لكم قبل ما ايه ما نخدع واعمل اي حاجه. اقول لكم الوجبه بتاعتنا من الاول. دلوقتي انا هشيل دول وهنجيب بقى الحله اللي هنخدع فيها. اللي هخدع فيها هي اللي انا هعمل فيها المحشي، هي حله واحده. فانا ايه هشيل دول كده واجيب الحله عقبال ما نخدع يكون دول اتقوروا. وبكده يا حبايبي اكون جبت الحله اللي انا هخدع فيها عشان هحشي فيها بردك المحشي. حطيت فيها الماده الدهنيه، ومعايا البصله ضربتها في الكب هنزل بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنزل بقى بالكميه دي. وبكده حبايبي نزلت بكميه البصل كانت معايا في الكبه. دلوقتي انا هنزل عليها كده ايه بشويه ملح كده عشان تدبل معايا بسرعه. ومعايا الطماطم فرمتها، انا كنت مقطعاها وحطاها في الشفشق، فرمتها وجهزتها اهي. شوف انا فرمت الطماطم. معايا الفرخه لسه منقوعه، ومعايا دي حاجه الكب عشان هستخدمها تاني. البصلايه للفرخه، وفي بصلايه احطها نيه للمحشي، والطماطميه وبصلايه للفرخه اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هحمر بقى البصله وهنزل عليها بعصير الطماطم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. وبكده حبايب البصله دخلت في اللون الذهبي اللي انا عاوزاه. دلوقتي هنزل عليها بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ادي كده احط لها بقى كده شيء ميه وهربها او هرجها، وبعد كده هننزل بيها على ايه، على التخديعه بتاعتنا اهي. هنزل عليها بقى دلوقتي بمكعب مرق وملح وفلفل وكمون. وبكده حبايبي نزلت بملح وفلفل وكمون، وهننزل ده دلوقتي بمكعب المرق اهو كده. انا بفركه وهديهم تقليبه، وهسيبهم ايه يتسبكوا عقبال مقور البتنجان والكوسه. وكده كده الفرخه منقوعه. انا بحب انقعها كتير صراحه، مش بحب انها تتنقع نص ساعه كده، لا، نزل بس اللي في ظهر المعلقه. وبكده حبايبي هنسيب بقى التخديعه تتسبك، ونرجع بعد ما نقور البتنجان والكوسه. وبكده حبايبي التخديعه بتاعتي اتسبكت اهي، قفلنا عليها. ومعانا الطبق اللي احنا هنستخدمه في الحشو، ومعايا الرز انا غسلته وصفيته زي ما انتوا شايفين، والخضره بردك غسلتها وقطعتها وسبتها كده في المصفى. دلوقتي هعمل ايه؟ الشيف احمد هينزل بالرز كده في ايه، في الطبق اللي احنا هنستخدمه. تعالى هنا كده في الوسع يا شيف احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم اخباركم ايه يا بشوات يا اللي وحشتوني والله. اشتغل بايدك يا شيف احمد، بلاها معلقه معلقه. عشان
بس الرز هيبقى لازق في قلب مش مشكله، اعمل يا شيف احمد، اصل احنا كده هيبقى لازق والله في قلب البتاع، مش اقصد يعني. لا عامه ست البيت او اي حد بيشتغل بايديه. ايوه طب احنا بنشتغل بايدينا والكل بيشتغل بايده. يعني هي مش افتكاسات قال له يعني. البساط ايه احمدي بس كده. نبع عربي يا شيف احمد ونعم بالله عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. وبكده نزل كده ايه ادي الرز، ننزل بالخضره، وبعد كده ننزل بالخضره الجميله، شبت بقدونس كزبره اللي انا كنت جايباها معاكم برضه في فيديو المشتريات، الخمسه ب2 جنيه. النهارده بقى ايه، انا قاعد اجازه، فبتقول لي ايه اعمل اكل ايه، قلت لها اعمل لنا بقى ايه محشي كده وايه وفرخه حلوه كده جميله. لا مش اسمها فرخه، الغاليه فعلا، هي غاليه بنت غاليه. المفروض نفرش لها أيوة. ونحط لها ريش نعام بالظبط كده. الكيلو ب 75 جنيه يا جماعه، والله ربنا يلطف بينا وربنا يرخيها من عنده يا رب. اللهم امين. الخضار. يلا بقى التغذية يا شيف احمد. حط بقى التغذية اهو زي ما انتم شايفين. الحله دي هي دي اللي احنا هنحشي فيها وهنرص فيها البتنجان والفلفل والكوسه. هنقلب بقى كده الخلطه مع بعض وهنرجع ليكم. وبكده حبايبي الخلطه بتاعتنا جهزت، ومعانا الكوسه والبتنجان احنا قورناهم اهو، حطينا قرنين فلفل وغسلناهم وايه، ودلوقتي الشيف احمد هو اللي هيحشي معاكم المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هو ايه اللي قرر ان هو يحشي معاكم المحشي ويوريكم، يعني حاجه بعملها في بيتي وحاجه انا اللي هاكلها، بس ربنا يبعد عننا العين بس ان شاء الله. كل اعوذ برب الفلق ان شاء الله. كل اعوذ برب. مش تملي البتنجان قوي. انا لسه كنت هقولها والله. انا عارفه والله كنت لسه هقولها. مش تملي البتنجان قوي علشان كده الرز هيستوي فهينفش. احنا ايه وريهم الحله. ماشي اعمل ده الاول كده ونوريهم الحله احنا بنعمل فيها ايه. الحله احنا مش غسلناها علشان دي حله محشي هنعمل فيها، بتبقى مطرح التسبيكه اهو. شيف احمد كده بيشتغل. دعمونا بقى باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل ايه الجرس بتاعنا الجميل عشان يوصلكم مننا كل جديد. احنا هنحشي معكم كده كام واحده وهنعمل الباقي عشان بس ايه ما نطولش عليكم الفيديو. يعني انا هخليه هو يحشي وانا هغسل الفرخه علشان ايه اصورها معاكم. لا اسمها ايه؟ الغاليه. ايوه كده، الغاليه بنت الغاليه. ام كام؟ ام 75 جنيه. ايوه الكيلو مش الفرخه. الكيلو مش الفرخه. ايوه هو ده يعني ايه الشيف احمد يعني نفسه فيها مش هياكل يا جماعه؟ لا هاكل. لا يعني انا هاكل. الناس كلها بتاكل هتيجي عليه يعني هو؟ لا انا هاكل مش هسكت. وهنمسحها كده من الرز عشان ايه مش بنخلي الرز فيها من بره كده. بيحشي معاكم بردك قرن فلفل علشان كده يبقى عمل كوسه وبتنجان وفلفل عشان ايه قبل ما نعمل ايه الكميه بتاعتنا. شوفوا بقى هنا ايه هوريكم في الحله. ايوه. وبكده حبايبي ادي البتنجان والكوسه والفلفل. دلوقتي بقى ايه هنعمل الكميه دي وهنرجع لكم علشان ما نطولش عليكم الفيديو. يلا بينا. وبكده حبايبي غسلت الفرخه زي ما انتم شايفين، كنت نقعها في ميه وليمون وملح وخل وطماطم، ومعايا الحله على النار حطيت فيها ميه بتغلي اهي. دلوقتي الشيف احمد هينزل بيها كده في الميه. انزل يا شيف احمد اي حاجه كده كله هينزل اصلا زي ما انتم شايفين. الرجول دي الغاليه، الرجول الغاليه عملنا لها بديكير قصقصنا ضوافر هنحطها بقى والريم هيطلع هنشيله وهننزل عليها بطماطم وبصل وملح وفلفل ومكعب مرق وورق اللوري. يلا بينا. وبكده حبايبي البصلايه والطماطمايه والملح والفلفل ومكعب المرق اهو الشيف احمد بيدعكم مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. والفرخه على النار اهي ابتدت تجمع الريم على الحرف. هنشيل بقى الريم بتاعها وهننزل عليها بالطماطم والبصل والملح والفلفل مكعب المرق وورقتين اللوري. يلا بينا.
وبكده نزلنا بالبصل والطماطم والملح والفلفل وورق اللوري ومكعب المرق، نزلنا بيهم على الفراخ بعد ما شلنا الريم منها. هنسيبها بقى هتتسلق ونرجع بقى نعمل المحشي عشان نسويه بشوربة الفراخ. بس اهم حاجة لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان الانسة حنين منورانا ومشرفانا. سلم عليهم يا حنين. لا علي صوتك، علي صوتك. لا لا مكسوفة. طب سلم عليهم انت يا شيف احمد. انا سلمت في الاول، دول حبايبنا دول، احنا نقدر نستغنى عن بعضينا. دلوقتي الفراخ بقى هتتسلق علشان هنحتاج الشوربه بتاعتها علشان نسقي بيها المحشي ويبقى احلى محشي في الجو الساقع اللي احنا فيه ده مع ايه؟ مع الغاليه. وبكده حبايبي الفراخ استوت، بس احنا سايبينها على نار هاديه. هناخد بقى من الشوربه ورفعنا الحله بتاعتنا بتاعت المحشي اهي اللي اتحشت. هيسقيها دلوقتي الشيف احمد بالشوربه اهو زي ما انتم شايفين اهو. هنسقيها والنار مولعه عليها، ومعانا حله تانية صغيره اهي علشان هنعمل مع بعض ايه؟ لسان عصفور، شوربه لسان العصفور يا حبايب قلبي. يا سلام بقى لو في شويه ملوخيه بقى. ياه ما في ملوخيه بس احنا مش هنعمل ده وده وده، يبقى روعه. هنعمل بس لسان عصفور يا شيف احمد. نعمه ورضا الحمد لله، ربنا يدوم علينا. الملوخيه تفضل يعني ايه اليوم تاني، تتقضى اليوم تاني يعني ان شاء الله، ربنا يسهل. هنسقي بقى المحشي وهنوريكم. وبكده سقينا المحشي، احنا مش هنملاها على الاخر عشان كده كده الكوسه بتبك الميه بتاعتها، بتنزل ميه. فدلوقتي احنا علينا عليها هنغطيها بقى ونسيبها تغلي غلوه والتانيه وهنوطي عليه. ورفعنا الحله على النار اللي هنعمل فيها ايه؟ لسان عصفور. امسك يا شيف احمد علشان هتنزل بيها في الحله، علشان الشيف احمد هو ايه اللي هيعمل الوجبه. انا النهارده بساعده بس ايه الاساس هو ايه؟ عمال يشتغل. انزل كده بلسان عصفور. حمر بقى كده يا شيف احمد، علي النار شويه. هو كده كده ما بياخدش بردك وقت في التحمير. هنحمره وهنرجع لكم عشان ايه ما نطولش عليكم الفيديو. والشوربه احنا سايبينها على النار علشان احنا عاوزينها سخنه عشان يبقى سخن على سخن. وزي ما انتوا عارفين ان انا بسوي لسان عصفور على البخار، انا مش بدني مشغله النار عليه على طول، لا انا بحمره وبنزل عليه بالشوربه يغلي غلوه والتانيه وبقفل عليه وبسيبه يستوي. عقبال ما المحشي يستوي ونحمر الفراخ هيبقى ايه جاهز معانا وهنشوفه مع بعض. وبكده يا حبايبي لسان عصفور اتحمر اهو زي ما انتم شايفين، خد اللون الذهبي اللي احنا عاوزينه. هننزل عليه دلوقتي بايه؟ بالشوربه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ابعد كده يا شيف احمد، انزل يلا يا شيف احمد. هننزل بقى بالشوربه عليه وزي ما قلنا هنغلي غلوه وتانيه. خلي بالك يا شيف احمد اوعى تمسك المعلقه دي، هتبقى سخنه، البخار هيبقى سخن. لا 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 طيب يلا انزل بالشوربه يلا. لا لا ده هو يعود شوربه. حط احنا بنعلمه يا جماعه علشان ايه؟ هو اللي هينفعنا من مطعم. بعد الشر عليك يا باشا. الواحد بردك مش بيضمن الظروف، الواحد مش ضامن نفسه، حتى لو حصل له حاجه يعرف يعمل لنفسه حاجه بردك. بعد الشر برضه. حطي كمان كبشه يا شيف احمد، حطي كمان كبشه. املاها ايوه. هيغلي بقى غلوه وتانيه وهنسيبه ايه؟ وسع ده كده يا شيف احمد. هو ابتدى يغلي عشان الشوربه اساسا بتاعتنا سخنه، احنا قفلنا عليها. هيغلي غلوه والتانيه وهنسيبه بقى يستوي على البخار. ارفع بقى ورينا كده المحشي يا شيف احمد. وادي المحشي ابتدى يغلي اهو. دلوقتي بقى ايه؟ يغلي بس كده يتشرب شويه وبعد كده هنوطي عليه وهنشوف بقى مع بعض الاكل في التقديم. والفراخ استوت اهي يا جماعه على التحمير بقى ان شاء الله. كل الاكل كده ايه على التقديم، يعني هنحمر وهنغرف، يستوي ونغرف وده بردك هيستوي ونروح ايه غرفين الاكل ونشوف مع بعض بقى الاكل في ايه يا شيف احمد؟ في التقديم. انتظرونا. وبكده حبايبي دي الفراخ اللي احنا هنحمرها. هنحمر الوركين بالاجنحه زي ما انتم شايفين، ولسان عصفور استوى. احنا هنزوده بقى ايه؟ شويه شوربه. ماشي كده ونشوف المحشي مع ايه مع بعض. بصوا المحشي استوى جميل طعمه حلو. دلوقتي بقى ايه على التحمير. الشيف احمد هيحمر وبكده نكون وصلنا لمرحله التحمير. الشيف احمد هيحمر بقى الفراخ. يلا اللي حمر عشان هي خايفه من الزيت. انا انت بخاف من الزيت صراحه والله. ربنا يستر.
زي ما انتوا بصوا الزيت بيلعب كده بقى ايه المحشي اهو. بصوا المحشي يا سلام يا سلام يا سلام، ولا لسان العصفور سخنه يا شيف احمد، سخنه يا شيف احمد. بصوا ادي اهو لسان العصفور. هنغرف بقى الاكل وهنشوفه بقى ايه في التقديم. يلا بينا. وبكده يا حبايبي يكون المحشي بتاعنا استوى، واللسان العصفور اللي سويناه على البخار، والفراخ استوت واتحمرت. مين اللي حمرها؟ الشيف احمد. ايوه كده. بس انا اللي عملت المحشي، انا وانت. ماشي. انا وانت واحد برضك يا شيف احمد. عادي بقى يا جماعه باللايك وايه والشير والسبسكرايب. وعلى فكره يا جماعه اللي بيسالونا بيقولوا لنا انتوا بتودوا الاكل ده كله فين؟ احنا بناكل الاكل على بيقعد يومين ثلاثه مش بيخلص مره واحده. ما عندناش ربنا لسه ما كرمناش باولاد لسه. فاللي احنا بناكله والباقي بنشيله لغايه لما يخلص. بنعمل اكل غيره. اصل احنا اتنين يعني هناكل ايه؟ احنا الاثنين يعني. لا انا بقول بس الناس اللي بتقول انتوا بتودوا الاكل فين. اتقالت لي الكلمه دي كتير برضه، اتقالت لي انا رخر برضه. طب انتوا بتودوا الاكل فين؟ مش عارف. بس كده بقى اللي هيقول لنا الكلمه هنقول لكم برضك نفس الكلام، ويبقى انتوا بتودوا الاكل فين. اعملوا زينا. اللي متغاظ مننا يعمل زينا. صح يا شيف احمد؟ بالظبط كده. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بس لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وعيلتنا صغيره تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناه. ولغايه ما نرجع لكم بفيديو اخر، سيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.